سؤال مين اللي بيحكم العالم راود معظمنا على الاقل مره في حياته، بقاله بعضنا اتسحل فيه ودخل في نظريات المؤامره، والموضوع بالنسبه له بقى يا اما قناعه يا اما مرحله ابعد وهي الهوس. ففي حلقه النهارده هنناقش فيلم مشروع اكس، ونحاول في اخر الحلقه نجاوب على سؤال مين اللي بيحكم العالم فعلا. فخليني ما اطولش عليكم ويلا بينا نبدا كلام عن الفيلم. يبدأ الفيلم بالبطل قاعد في مكان بارد، سرعان ما بنعرف انها عربية وبنلاقي مكتوب عليها فيني فيدي فيتشي، ودي جملة منسوبة ليوليوس قيصر كان بعتها الملك قسم انتصر عليه بسهولة، ومعناها جئت رأيت انتصرت، وهي جملة متغطرسة بتستخدم لإظهار السيطرة والانتصار. فبما انه خارج من عربية فممكن يكون معناها ان الجماعة السرية مسيطرة عليه، واختيار ان هو يرمز لروما لأن يقال ان نشأة الماسونية الأولى كانت فيها عن طريق مدارس بيدرس فيها علوم كتير أبرزهم العمارة والهندسة، وهي مدارس منغلقة على نفسها، وممنوع أي حد من الطلاب يخرج أي سر بره، وقرروا ان هم يعملوا إله ويسموه المهندس الأعظم لأنهم برعوا في البناء، وده علشان يتبعوه كلهم باختلاف دياناتهم. ده باختصار مخل قوي يعني نشأة الماسونية. المهم في نفس التكوين بيكون فيه الملاك الحارس ورا الباب، وكأنه بيحرس البوابة دي، وبيدخل البطل وبيوصل لباب الأوضة وبنلاقي فيها شخص قاعد بيرسم ومهووس بالتماثيل الروماني، وبنلاقيه بيتكلم البطل على لوحة فيها نسرين، في رمز روماني ماسوني عبارة عن نسر براسين، وده بيكون للرتب العليا وبيرمز للتوازن. المهم بيكلم يوسف عن اللوحة وبيقول له ان اللي هيعيش منهم هو اللي ما استكبرش يوسخ ايده. بنروح لفلاش باك في قطر وبنلاقي دكتور يوسف الخمسيني بيطحن 3 شباب ظرف ما شاء الله بمنتهى السهولة ولا كأنه رايباك، وبياخد شنطة ما وبينط من القطر العربية، وبنعرف انه خان الراجل المنتمي للجماعة، فبيسأله لو يعرف عقوبة الخيانة ايه، وبيوضح له ان عقاب الخاين ان هو يفضل تايه في الارض، وده رامي على قصة الخروج وعقاب بني يعقوب بالتيه 40 سنة، وده لانهم رفضوا اتباع سيدنا موسى في الدخول للارض المقدسة وانهم يقاتلوا العمالقة والجبارين، فسيدنا موسى دعا ربه واشتكاهم فعاقبهم بالتيه. فالتشبيه هنا انهم يعتبروا خانوا سيدنا موسى وتم معاقبتهم بالتيه، لا عرفوا يدخلوا الارض المقدسة ولا يرجعوا مصر اللي كانوا مضطهدين فيها. طيب ليه رفضوا ان هم يحاربوا؟ لان اصلهم كانوا عبيد نشأوا على الذل في مصر، فخافوا فضلوا التيه او العبودية على المواجهة. فبعد عجز او زوال الجيل ده جه جيل شباب معاش عبودية، وكبروا هم شايفين معجزة المن والسلوى والأعين قدامهم، فبقوا مؤمنين ومتوكلين على الله أكتر، فيوشع بن نون قادهم وقتلوا العماليق ودخلوا أخيرا الأرض المقدسة. ده باختصار قصة التيه والدخول لأرض كنعان، وقدام أحكي لك قصة الخروج. المهم الراجل بيعرف إن يوسف خد الصندوق ودفنه وبيقول إن هو معاه دلوقتي، وبيجي كلوز على أدوات النحت اللي بترمز للماسونية بحيث يأكد أكتر على الفكرة، وبيحذروا إن هو يلحق مراته شمس، فبيحاول يتصل بيها وهو في طريقه ليها لكنها ما بتاخدش بالها، وبمجرد ما بيوصل للمكان اللي هي فيه بينفجر، فبيدخل مستشفى الأمراض العقلية عشان يتهموه إن هو اللي عمل كده في شمس، وبينتج عن ده ان بنته بتكرهه، وفي اخر استجواب ليه في المستشفى بيقول ان هي كانت لعنه الفراعنه، وده خوفا على بنته لانهم كده كده مش هيصدقوه. لكن فجاه النور بيقطع في المستشفى وحد بيهربه، وبيكون شخص بيقول على نفسه ميدل مان لتجاره الاثار وانه عايزه يكمل مشروع اكس بتاعهم. وفي وسط الكلام بيرمي جانب من نظريه مؤامره، وهي ان الاثار اللي في المتاحف دي عادي ما تكونش الاصليه، وعلى كلامه ان دي النسخه الاصليه من راس نفرتيتي في زيها في متحف برلين وناس بتروح تزورها، وده لانها متلمعه رغم ان هي فيك. ومش هستغرب لو ده حقيقي، اصل صباح الفل دول بيزوروا التاريخ والحاضر قصاد عيننا بمنتهى البجاحه، الامان هتاخدهم قوي ومش هيسرقوا الاثار في الدره. المهم بيقول له بالطريقه ان هو لو منفذش اللي هو عايزه هيخلص على بنته، وفي المقابل بيديله هويه وفلوس عشان محدش يعرف يقبض عليه، ودي فيها سذاجه بصراحه، لان حدث زي هروب مرضى عقليين اغلبهم متهمين بتهم كبيره منطقي يبقى فيه اخباريات بصورهم ومعلوماتهم والفيش بتاعهم في كل حته عشان يتم تتبعهم، لان دي اول حاجه اي مجرم هارب هيعملها. المهم يوسف يقبل العرض عشان بنته ما يحصلهاش حاجه، وعشان يبقى معاه الفيديو اللي بيثبت ان مش هو اللي قضى على امها، وبيجي ستابل شوت يعرفنا انه في المتحف القومي للحضاره، وبشكل ما بيقدر يدخل وبيقابل الدكتور رئيس القسم، بيحصل شويه اكسبوزيشن عشان نعرف ان هو اترفد من كليه الاثار عشان ضرب العميد، وده لانه ما اقتنعش بالبحث بتاعه وقال عليه مجنون. المهم انه بياخد البحث، وما اعرفش بصراحه ليه مشروع كان في كليه اثار بقى موجود في المتحف الحضاره، وليه رئيس القسم موجود في المكان ده بالليل، وليه مفيش امن والدنيا سهله كده. لو في حاجه فايتاني وانا ما خدتش بالي منها قول لي في الكومنتات. المهم بيسافر عشان يبتدي يجمع التيم، وبيبدأ بغطاسة وهي صديقة قديمة، وبنعرف ان كان في ما بينهم علاقة حب قبل ما يتجوز، وبيجتمع معاها هي وآسر وبيوضح لهم اللي شمس وصلت له، وهي ان الهرم مش مجرد مقبرة ملك، وسر الهرم موجود في غرف سرية لسه لم يتم اكتشافها، وان في بردية خوفو والصحراء مذكور ان خوفو طلب منهم اقفال للهرم بحيث ان هو يمنع الحرامية، والاقفال دي عباره عن نص موجود على حجر، لكن للاسف الحجر وغيره اتسرق في الستينات وقت التحالف العسكري مع الاتحاد السوفيتي، وده كان في مقابل ان هم يساعدونا في بناء السد، والحجر اتاخد من مركب لغواصه روسي، والغواصه الروسي اتضربت وبلعها البحر. لكن في راهب في الفاتيكان كان في رحله استكشافيه وبلغ عن مكان الغواصه بس محدش اتحرك، وبالتالي مكان غرق الغواصه موجود في الارشيف السري للفاتيكان. فدي المفروض حبكه الفيلم، وانا دورت لقيت ان فعلا خوفو كان مهتم بقفال تحوت، وبالفعل عمل قفال هندسيه عباره عن نظام من المتاريس الجرانيتيه، لكن الباقي كله ملوش دليل تاريخي. وخلينا نقف هنا شويه ونتكلم عن رمزيه الاسماء. شمس علشان بتدور على الحقيقه ورا اصل ومهمه الهرم، يوسف هو رمزيه لسيدنا يوسف، آسر هو اسم مشابه في النطق لاحد اخوه سيدنا يوسف عليه السلام،
وهو أشير، فممكن يكون ده القصد، أو إن هو الشق الأول من اسم الكيان. وزي ما قلت لك بني يعقوب تاهوا ازاي، فهقول لك هما دخلوا مصر ازاي. بعد قصه سيدنا يوسف الشهيره، ففي الوقت ده اولاد يعقوب جم مصر عشان يتزودوا بالطعام لان كان في زي مجاعه في ارضهم. لكن سيدنا يوسف رفض وقال لهم اثبتوا انكم من بني يعقوب وهاتوا اخ من ابيكم. فراحوا ورجعوا باخوهم فعلا بعد ما اقنعوا ابوهم. فسيدنا يوسف عمل حيله، وهو انه عرف اخوه ان هو يوسف وخلى حد يخبي معاه مكيال عشان يتهموا فيه ويقدر يتحفظ عليه، وحصل فعلا. فاخوات يوسف رجعوا لسيدنا يعقوب وقالوا له، فيعقوب شكى ربه، فربنا الهمه ان هو يخلي ابنائه يرجعوا تاني لسيدنا يوسف. فراحوا والمره دي عرفهم ان هو يوسف ولام عليهم وعلى اللي عملوه معاه وهو صغير، واداهم قميصه علشان يرجعوا يدوا لسيدنا يعقوب ويعرف ان سيدنا يوسف حي. فعملوا كده وارتد ليه بصره فعلا. فاولاد سيدنا يعقوب طلبوا منه ان هو يروح معاهم هما والعائله ويجوا يعيشوا في مصر. ويقال ان هما دخلوا مصر وهما من 70 ل 90 شخص. اما وقت الخروج بقى فالتوراه بيقول ان هما كانوا 600,000 رجل. ده خلاف كبير بين القرآن والتوراه، لان التوراه بيقول ان هما كانوا مصنفين الرجال من اول 20 سنه، يعني ده العدد من غير الاطفال والسيدات، يعني تقريبا كانوا من 2 ل 3 مليون. وده بيتنافى مع القرآن وقول فرعون ان هما شرذمه قليلون، وبيتنافى مع منطق ان العدد ده كله مشي في وقت واحد في مسيره واحده. لوجستيا ده مستحيل، لان طول مسيره زي دي هيكون عشرات الكيلومترات. ده غير ان دي الناس بس، من غير بقى المشاية اللي شايله الاكل والشرب والامتعه. وغير كده زي 70 90 شخص وصلوا ل 2 3 مليون في 430 سنه، يعني ضعفوا اكتر من 27,000 مره. ده كأني بقولك ان مصر بعد 400 سنه هيبقى تعدادها اكتر من 3 تريليون نسمه. فالرقم بلح تاريخيا وكعلم سكان وكمنطق حتى. وكمان لو هما بالعدد ده فالمفترض ان جنود فرعون يبقوا بالملايين، واكبر شيء مسجل تاريخيا في الفتره دي لعدد الجنود في مصر فكان 40,000 جندي تقريبا. والعلماء بيقولوا ان القدره الاستيعابيه لموارد مصر من الزراعه ساعتها تكفي بحد اقصى 5 مليون، ان اهل مصر المفروض يبقوا 2.5 مليون، وده كاقصى تقدير يعني. وساعتها مش هيكون في غلبه الفئه على فئه، فالموضوع كله مش هيبقى منطقي اصلا. ففي تفسير تاني اغلب اليهايدا ما بيحبوش لاسباب كتير، وهو ان كلمه 1000 تعني مجموعه او عشيره، وكل عشيرة من دول من 20 ل 50 فرد. فإذا عدد الرجال كانوا 30,000، يعني بالكتير كلهم 150,000 مثلا. وده رقم أكثر منطقية بكتير ومتوافق مع كل شيء. طيب ليه هم ما بيحبوش الرقم ده؟ لأن ده بينزع تأثيرهم اللي راسمينه لنفسهم في المجتمع المصري وقتها. لأن لما يبقى المجتمع 4 مليون مثلا وأنت 150,000 أول عن آخر، فأنت أقل من 4% من الشعب. فبالتالي أنت دخلت غريب ومكست مستعبد وخرجت خالي الوفاض، فمالكش أي حقية تاريخية أو رمزية هنا. فأي ادعاء إنك مشارك في الحضارة المصرية أو ليك أصل هنا فهو مجرد عبط واستلواح يعني. مريم آسر ويوسف بيجهزوا عشان يسافروا روما، ويوسف ما بيتقفش برضه، وبيروحوا لمورو اخو مريم عشان هو الواد المقاطع اللي هيسهل لهم الدنيا في روما، وبيعرضوا عليه 200,000 يورو مقابل ان هو يدخلهم ارشيف الفاتيكان. بيقول يوسف ان هو يخليه بابا الفاتيكان اسهل من انه يدخله الارشيف، بغض النظر عن غرابه الجمله بس خليك فاكرها كويس. وبيتفقوا مع مورو اخيرا على 500,000، وبيجيب لهم ملفات موظفين في الفاتيكان ممكن يساعدوهم ان هم يدخلوا هناك، اما عشان مرتشين او يسهل تهديدهم. فبيرسل الموضوع على واحد امارتي مديون، وبيروحوا له البار ومورو بيقشطوا عشان يبقى في حاجه اكبر للفلوس، وبينجحوا في ده فعلا. فبيروحوا لحد تبع آسر يخلص لهم حوار الOTP بتاع الارشيف، لانه بيتغير كل 3 دقايق، والشخص ده بيفضل يقول تلميحات عن نظريات المؤامره زي الامراض والثورات والخ. وبيروحوا بيدخلوا لحد الارشيف بعد ما الراجل عمل لهم التصاريح، وبيبقى فاضل بس الOTP. فعاطف بيساومهم عشان آسر كان سبب في ضياع رجله، فبيعرضوا عليه 1,000,000 يورو وبيوافق وبيديهم الكود فعلا. ولما بيدخلوا بيلاقوا الورقه اللي هم عايزينها، بس نظام الحرائق بيقلل الاكسجين في المكان، والكاميرات اخيرا بتلقطهم، والبوليس فعلا بيتحرك ناحيتهم. فبيجي في بال يوسف فكره جهنميه وهي انه يضرب الانذار بالنار، فالباب بيتفتح فعلا. يعني ايه بجد؟ فين الفيل سكيور؟ المفروض لما حاجه زي دي بتحصل في نظام امان الموضوع بيتعقد اكتر مش بيتفتح. والمكان المفروض ان هو مؤمن داخليا بحرس سويسري، والحرس ده بيبقى نفرين لابسين لبس بهلوانات وبيأمنوا المكان بالأداة دي. فلو ده أصعب من إن أنا أكون بابا الفاتيكان فأعتقد إن أنا جاهز تماما لتولي المنصب ده. في حاجة كمان بتضحك، البوليس الإيطالي بعت طيران للمبنى. ما فهمتش ايه الفكره وهم طول فتره المطارده ما لهمش اثر. المهم آسر ومريم بيهربوا سوا، ويوسف الجاحد بيسرق موتوسيكل البوليس وبيهرب، ومورو بيحاول يساعده فبيعطل الشرطه شويه. وفجاه يوسف عربيه بتخبطه فبينزل يضرب الراجل وبيسرق منه العربيه. وبتيجي المعجزه وهي ان حرفيا يوسف بيمشي على الميه، ومش بعربيه عاديه، بعربيه هامر وزنها 4 طن. ده فيزيائي شاف مشهد زي ده هيشرب زيت الفيب ويخلص من الدنيا. المهم بيوصلوا المكان اللي متفقين عليه، لكن انسه مريم بتضيع الورقه، بس يوسف بيبقى معاه الرقم وكاتبه على ايده. كتبوا امتى وازاي الله اعلم، اكيد ما حفظوش من نظره في مكان ما فيهوش اكسجين. المهم المكان بيبقى في السلفادور. تسألني اشمعنى السلفادور وربنا ما اعرف، بس بيتر ميمي هو من مؤسسي مدرسه الافلام الترحاليه، لا ننسى الاسطوره الخالده كازابلانكا يعني. المهم بيبقوا محتاجين لحام تحت المايه فبيكلموا ساره واللي هو الفنان العظيم عصام السقا. وفي ساعه صفا يوسف بيحكي لمريم اللي حصل لشمس، وبتطلع مريم هي اللي كانت سايقه العربيه في اول مهمه خالص. بس بتيجي حاجه عبثيه جدا، وهي ان بعد الانفجار الضخم ده كله بيدخل عند شمس والجسر الخشبي بيقع اول ما بيوصل، بيعمل معاه بالعين ده وقع من الهيبه الله اعلم. بس ثواني، هو مش في الاول انت وقفت عند المكان ده بس من فوق وبصيت بس والدنيا كلها كانت مشتعله؟ يعني لو نزلت
هتموت 100%. ازاي في الفلاش باك جايب ان هو نزل ووقف قصادها في المكان ده؟ والسؤال الاوقع هو طلع ازاي؟ بعدين الانفجار ده كله ما خلاش الخندق يتهدم على دماغها وما فتتهاش قربا، لا هو وقع عليها شويه خشب ومشكلتها كلها انها مش عارفه تتحرك. بتطلق عليها رصاصه الرحمه ليه وهي بتستنجد بيك؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا جو؟ ما ترمي لها حبل ولا خشب وحاول تشدها ولا حاول تعدي حتى. يعني انت مشيت على الميه وجيت هنا عطلت؟ ده انت بتتلكك. فلتت من انفجار مخطط من جمعيه سريه والجاحد هو اللي قتلها. المهم سافروا اخيرا للسلفادور واسر اشترى لهم يخت. فمورو بيسأل هم مين دول، وبنبتدي سيل من الحكي والاكسبوزيشن، والامر بيتحول من ناس كانوا بيقولوا ان هم ما يعرفوش اي حاجه في السلفادور لناس بتحكي تاريخ السلفادور وصراعاته الداخليه، وبيقولوا ان دول عصابه شارع 18 وانهم دول اللي بيحكموا البلد من تحت وان البحر ده بتاعهم. المشكله ان صقر قال لهم ان الغواصه دي هتتفجر فمحتاجين C4، والC4 فين؟ موجود عند المافيا، والمافيا مكونه من عيلتين وعشان بينهم طار وخلافات فمخلين بينهم محاسبين محايدين. هو سينيور اسر عارف حتى الخلافات العائليه في المافيا. المهم بيتفقوا ان هم يروحوا لواحد من المحاسبين فبيروحوا له محل ساعات اللي قاعد فيه بدون اي تامين او مراقبه، وبينجحوا ان هم يهتوه فعلا وبياخدوه معاهم في مكان تسليم شحنه السلاح. ولكن طلع ان هم بيسلموا الطياره باللي فيها. وبص العبث بقى، الطياره بتهبط وبيبدا التسليم، فيوسف بيروح لهم وبيفضل يقرب عشان يخطف الطياره والطيار، لكن المافيا المسالمه ما بتعملوش حاجه خالص غير انها بتكلمه بالحسنى لغايه ما صقر بينش واحد فيهم، وده لانه بالصدفه البحته كان قناص في الجيش وياسر دخل شاطهم بالعربيه، وبغلطه ما صقر بيضرب السلسله اللي كان مربوط فيها الكونتينر ومش فاهم ازاي رغم ان هو مفيش اي هدف جنبها. هو المفروض اعور مش احول. المشكله ان يوسف بيتضايق جدا لانه كان عايز ياخد الطياره كلها. ليه هتاخدها وتروح فين؟ مش انت عايز الC4؟ ما تخش تاخد الC4 وامشي. يعني عايز تسرق كونتينر وطياره عشان C4 وما حاولتش تنقذ مراتك؟ لا ودخل عارف هي فين الC4 بالظبط. والله لو هو اللي راسه ما هيلاقيه بالسرعه دي. ثم ايه الكونتينر الفاضي ده هيبيعوا المسدس ب1,000,000 يورو عشان يعوضوا الشيبنج. المهم بينجحوا وبيهربوا، ومش عايز ابقى رخم واسال هم جابوا القناصه منين، ولما بيرجعوا بيلاقوا مورو المافيا خدته ويوسف ومريم بيرفضوا يسيبوه، فبيروحوا يصوروا يوسف مع فرد من الاسره الثانيه عشان يعرف ان هو معاهم، ويبعتوها للطرف الثاني في الدور العركه، والثاني ما بيستناش يفهم وبيروح يدور فيهم الضرب، فبيبلغوا البوليس وبيخشوا معاهم ووسطهم. وهنا حسيت ان استاذ بيتر ميمي بيقول لنا ان هي جت على دي، انتوا عديتوا كل اللي فاتوا انهم قوموا حرب في المافيا وجت على لبس واسلحه الشرطه. يا عم لاقوهم، مش عاجبك روح اشتكيني. المهم بياخدوا مورو على المركب وبيتحركوا بسرعه، ومورو بيبقى تعبان وعنده برد، لكن بيقول جمله لمريم وقفت عندها شويه وهي انا بقيت احسن، خليك انت وانا هنزل. طيب بيتهيألي جه الوقت المناسب اللي نتكلم فيه عن مريم جايه السفريه دي في الاساس لانها غطاسه وتقدر تغطس في اي حته، ما نيلتش اي حاجه تذكر طول العمليه، بل انها خدت ورقه الاحداثيات وضيعتها، ودلوقتي مورو عايز ينزل بدلها. بعدين يعني انتوا سرقتوا وقتلتوا محدش قال لكم تلت التلاته كام، وجايين على مدى قانونيه الغطس وان مين يغطس هي اللي مركزين فيها، وجايبين مريم مخصوص علشانها. وفي حاجه بقى جننتني، هم كلهم بيتكلموا سوا في الميه وهو بيوجههم فوق، وكلهم في الميه مش لابسين حاجه على ودانهم. يعني ايه بجد والله وربنا ما فاهم. المهم بيلاقوا ان الغواصه مقسومه نصين كل نص لوحده، ومش فاهم ليه في بابين في مسافه 30 سم في هيكل غواصه، هندسه غريبه الشكل. ثم ايه احتماليه انها تنزل تتقسم من الحته دي بالذات؟ هي مش المفروض مضروبه بصاروخ زي ما ظهر في الاول؟ يعني المفروض متهشمه واللي جواها متدمر اساسا. بس يلا ما علينا، الزنقه في السيناريو بتعمل معجزات. المهم يوسف يقول ان الاثنين لازم يلزقوا في بعض عشان لما ينفجروا البابين يتفتحوا، وبينزلوا بيربطوا طرف الغواصه بالمركب عشان يزقها، وبينجحوا فعلا وبيفجروها بتتم العمليه، وبيخشوا بيلاقوا الالواح موجوده فعلا بل وصندوقها من غير قفل كمان، فبيصوروها وبيرجعوا مصر. وبيبدا يوسف يحاول يفك رموز الحجر، وبيفهم ان مفتاح الغرفه صوت بيتضخم وبيحرك تجويف ما، فبيخش الهرم بالليل من غير ما حد يسالهم عن اي حاجه، وبيعرف بالمتر فين التجويف، وبيخبط بالشوكه الرنانه فالبوابه بتتفتح وبيقع في الغرفه. بالمناسبه الهرم ليه كم غير محدود من النظريات، بس واحده منهم ان هو كان مولد طاقه، وكونه ما فيهوش لا مومياوات ولا نقوش جنائزيه بيبعد شويه فكره ان هو كان مجرد مقبره. واللغط ده حاصل لان برغم من كل الابحاث حوالين الهرم الا ان المعلومات المتاحه عنه معلومات عشوائيه جدا، لا بتثبت ولا بتنفي سرديه معينه، فبتدي الفرصه لاي حد ان هو يلوي عنق كام حاجه ويطلع بنظريه جديده. فارشح لكم مشاهده وثائقيات عن الهرم، الموضوع ممتع لابعد حد. المهم خلينا نرجع للفيلم. يوسف وياسر بينوروا المكان بحجر غريب، ويوسف بيلاقي البرديات وبياخد واحده منهم بشكل عشوائي، وسبحان الله هي اللي بتعرفه ماهيه الهرم وان شمس كان معاها حق، وان الهرم مش مجرد مقبره، هو اول مصدر طاقه نوويه في التاريخ. المهم اول ما خلص الاكسبوزيشن ياسر بيضربه بالنار، وانا كنت موافق على القرار ده بصراحه، رغى كتير قوي، بس الحقيقه عجبني التكوين ده، سيمتريه ولو انجل بتدل على السيطره وكونتراست بين البرتقاني والازرق، كمان الكشافات عاملين علامه اكس في الارض، والبرديه اللي ماسكها بالطريقه دي ممكن تكون بترمز لتمثال الحريه وبالتبعيه لامريكا مثلا، فتكوين حلو بصراحه يعني. المهم بيقولوا ان هو فعلا ميدل مان، ممكن يكون من شركات طاقه
او ناس مش عايزه الحقيقه تبان. بيعرفوا ان هو اللي حرق المقبره بمراته، واخيرا بيحاول يخرج زي ما دخل، لكن يوسف لسبب ما بيحذره بيقول ان ده دخول بس، فما بيسمعش كلامه والباب بيقع عليه بيدشمله. وما بفهمش ليه آسر ما ضربش يوسف في قلبه او في راسه عشان يخلص منه تماما. كانت هتبقى نهايه حلوه قوي بالنسبه لي لو الاثنين ماتوا والاكتشاف اتعرف بس اتطرمخ عليه. كانت هتعني استمرار السوق وتحكم الجمعيات السريه وكده يعني. المهم بيخرج يوسف من المكان، والحقيقه ما اعرفش هو جابه منين. هو كان مع آسر وهو خرج وما خدش تليفونه مثلا. المهم بنته بتصالحه لما بتعرف ان مش هو اللي عمل كده، وبتجوز هو ومريم وبيعيشوا حياه سعيده، لحد ما بتيجي نفس العربيه بنفس الاحرف والارقام. بيجي راجل غامض واشم 3 ستات واللي هو رقم الشيطان، وبيديله المشروع الجديد باسم الخروج. وانت اكيد فهمت الرمزيه. وبيخلص الفيلم على سؤال ما: هل يوسف هو جزء من المنظمه نفسها ولا هو مجرد شخص خايف على اسرته؟ الاجابه هنا ليك. المره دي مفيش فقره مراجعه لان اظن انت متوقعها. فيلم فكرته حلوه، نظريات المؤامره بتبقى افكار افلام كويسه، بيطلع منها تساؤلات وخيال علمي والكلام ده، فكان ينبو بشيء لكنه متكروت بشكل مش طبيعي. ما فيهوش حاجه حلوه غير التصوير ذو الجوده الفائقه ده. جمعيه معينه هي اللي بتحكم العالم او لا، فده مش هيفرق في اي حاجه صدقني. بل لو جينا نبص بنظره واقعيه ممزوجه بنظريه مؤامره، هتلاقي ان من مصلحه حد تاني ان هو يسحلك في شيء سري ما فيش عنه معلومات كتير، ويهيئ لك ان هو بيحكم العالم كنوع من انواع الالهاء، فيخلق وحش كبير ومتجبر لكنه مجهول، والانسان بطبعه بيخاف من المجهول، فبيبدا يجتهد ويخلق اساطير عنه، وبيخلي عندك الفكره المريحه بتاعت ان كل حاجه مداره من كيان مش ملموس، وتفضل تجري ورا العين، البرجل، المثلث، ويبقى غفلك مرتين، مره في سوء اللي بيعمله ومره في تغييبك عنه. ثم انت عمال تجري ورا فرضيات ونظريات وسايب اللي بيحصل بشكل واضح وبجح. يعني خليني اقول لك ان اللي ما يتسموش مؤخرا استثمروا في جوجل وشات جي بي تي، وامريكا اللي متحكم فيها راس المال اولا ثم اللوبي، بعد الاحداث اللي حصلت اشترت 80% من تيك توك اللي موجود في امريكا، وده علشان يكون تحت ادارتهم. ودلوقتي بتغير وتفصل الالجوريزم وايه يظهر وايه لا، فانت معاك جوجل بيوتيوب وجيميناي تيك توك ميتا، فانت بكده بقت بتحكم في فكر اغلب الشباب، وكل ده بالاستثمار المباشر المعلن. عارف مين بجد بيحكم العالم؟ شركات الاستثمار، والشركات دي بتبقى اغنى من اغنى حد على الارض، واغلب اصحابها نجوم. فبيديروا الفلوس ازاي؟ بيبقى في زي ريت للشركات بيعتمد على قد ايه انت مش متحيز لاي فئه بل وبتدعم الاقليات، زي الالوان، المتحولين، الاسيويين، السود. مستحيل دلوقتي تلاقي حد منهم فيلم امريكي شرير او ارهابي مثلا، مع ان ده عكس اللي بيحصل لاغلب العرب اللي بيظهروا في الافلام، بيظهروا ان هم برابره وجهله. المهم كل ما الريت ده يزيد معناه ان الشركه امنه اكتر للاستثمار، فده بينعكس ان كل الشركات المعروفه سواء في اعلام، ملابس، رياضه، سينما، اغاني، بتسعى انها ترضي الالجوريزم ده، لانه في الاغلب بيكون نظام اي زي نظام علاء الدين الشهير. وشركات الاستثمار دي بتبقى بتمتلك نسب ليها تاثير في الشركات الكبيره خصوصا الاعلام، فبيتحكموا بالظبط في ايه اللي يتعرض. ومش هيكون غريب ابدا لما تعرف ان بعد الصحوه اللي حصلت دي الكيان دفع $1 مليون للانفلونسرز عشان يدعموه، سواء بفيديو، ببوست، بكلمه في حفله، الكلام ده يعني. وبرده الكلام ده المعلن اللي ليه مصادر في الصحافه، يعني تخيل كل ده بيحصل في العلن. وعلى راي شاهين ان اللي بيحصل في الدرة بيبقى العام من كده. دلوقتي يحاولوا يزرعوا في امريكا واوروبا ان المهاجرين العرب هم سبب شرور الدنيا كلها، فاذا مبرر ان احنا نقضي عليهم في اي حته في العالم، فتبتدي تضخم الكذبه وتنفخ في الرماد لحد ما الوعي الجمعي يرجع اسوأ من الاول. فواحده واحده بيتكون سنو بول كبيره جدا من كل العوامل دي، وتفضل انت السيء اللاجئ، وعمر ما حد يسال هو مين سبب لجوءك اصلا. فالمغزى من كلامي واللي انا اقصده انك اولى من انك تدور على مين اللي بيحكم العالم في الدرة، انك تقاوم اللي بيحكمه في العلن، لان ده بيأذيك اكتر. وبس كده. My voice has become more powerful than I intended it to be, and I cannot let these niggas do me like Charlie Kirk, or even worse than that. What if these niggas trip me up somehow, co-opt me, and then make me say the things that they want me to say? Well, we can't have that. So, just in case, we need a code. It's got to be something that I can say so that if I say it, you know that these niggas got me. And don't listen to nothing that I say after I say those words. But don't tell anybody what it is, but it's got to be something that, you know what I mean, that I would never say. Oh, I know what the code is. The code word is, I stand with Israel. Thank you very much, and good night.